السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وسعادة يا رب العالمين. معاكم الدكتور عمر، وبإذن الله هبدأ معاكم شرح مادة الساينس تالتة إعدادي إن شاء الله. وطبعا احنا عارفين إن المنهج اتغير يعتبر كله، وإن كانت الفروع ثابتة. يعني هي الفيزيكس، الكيمستري، البيولوجي، الجيولوجي، نفس الفروع موجودة، ولكن المنهج جوه الفروع دي متغير خالص يعتبر يعني. فباذن الله انا هبدا معاكم الشرح، وهبسط لكم المعلومات باذن الله. انا عامه شايف المنهج الجديد ده كويس جدا كويس جدا، مع انه جديد فهياخد وقت مثلا ان انتوا مثلا تستوعبوه، او نوعا ما هيبقى صعب شويه. بس هو انا لما فتحته الصراحه وشفت الدنيا وكده، لقيت انه سهل خالص. ده اولا. ثانيا انا بحب جدا ان انا اخد حاجه واطبق عليها. هو عارفين مش بيشرح لك المعلومه ثم يحط لك عليها مثلا تجربه، بحيث انك تعرف لو عملنا ده ايه اللي هيحصل. وبالذات في الكيمستري. يعني انا لما فتحت كتاب المدرسه لقيتهم حرفيا حاطط مثلا مثلا التفاعل ده اسمه كذا، ولما تعمل مثلا عملي او براكتيكالي بيطلع لك، تحط كذا على كذا يطلع لك كذا. فانا شايف صراحه ان الحوار ده كويس جدا بامانه. وانا دي بقى نقطه قوتي الصراحه، ان انا بحب الانيميشن مود. فحرفيا انا هجيب لكم حبه فيديوز كده، هشرح لكم الحاجه، وبعدين أجيب لكم الفيديو تفهموا ونفهم من الفيديو، وخلينا احنا نستنتج احنا المعلومات بنفسنا. انا شايف ان دي احسن طريقه، وباذن الله انا هستعملها، وباذن الله تنفع معاكم، وان شاء الله تبقى كويسه باذن الله. فمبدئيا كده ان شاء الله انا هشرح لكم اولا اساس الكيمياء. ليه؟ احنا اول يونت عندنا يونت 1 عندنا كيمستري، تمام. بس الكيمستري اللي فيها يعتبر يعني معتمد اعتماد كامل على اولى وثانيه اعدادي. لان مثلا انا لو ما اعرفش يعني ايه تفاعل كيميائي، فانا مش عارف ان انا اشتغل ثالثه اعدادي اصلا، ان هي اساسها اصلا كله الكيميكال رياكشن، تمام. ودي كانت موجوده في ثانيه اعدادي، فاهمين؟ فهي دي الفكره كلها. انا باذن الله هشرح لكم اساسيات الكيمياء كلها اللي في اولى وثانيه اعدادي بسرعه، وهركز على الحاجات الاساسيه بس اللي هي هتفرق معانا في الشرح ان شاء الله. فالنهارده ان شاء الله بارت 1 نشرح الاول كيمستري بيزكس بارت 1، وهيبقى في ان شاء الله سيشن كمان بارت 2، ونبدا نخش معانا ثالثه على طول. وباذن الله لسه معانا وقت كتير جدا لحد مثلا يعني شهر 12 او واحد بقى، على حسب الامتحانات هتبقى امتى ان شاء الله يعني. فهنخلص باذن الله ونحل براحتنا ونحل وهنظبط الدنيا خالص ان شاء الله. فنبدا بسم الله كده. اول سلايد. What should be learned at the end of the lesson؟ يعني احنا المفروض هنعرف ايه في اخر الليسون ده، او في اخر الشرح ده المفروض احنا هنعرف ايه. اول حاجه احنا هنذاكر حاجه اسمها الاليمنتس. هشرحكم يعني ايه element، يعني كومباوند، تمام. يعني ايه الكيميكال سيمبلز. يعني مثلا دلوقتي انا عندي مثلا مليون اليمنت مثلا موجودين، ازاي اعرف افرق بينهم؟ لازم يبقى في سيمبل او حاجه معينه، اشاره او رمز انا برمزه للعنصر ده، بحيث ان انا افهم او اعرفه هو مين ده اصلا، تمام. وهندرس برضو الرولز اللي احنا المفروض بنشتغل بيها علشان نسمي اصلا عنصر، تمام. هتفهموا الكلام ده لما افتحه باذن الله، بس انا بديكم بس زي نبذه كده سريعه عشان نبقى عارفين احنا هنخش نعمل ايه دلوقتي، تمام. بعدين هنشوف بقى الاتومز ستراكشر. دي يعتبر اصغر حاجه موجوده في المواد عامه. اصغر ماده تركيبيه هي الذره، الاتوم. فهندرسها من جوه بالتفصيل. وهندرس بقى حاجه اسمها الالكترون كونفيجريشن. دي احنا بندرس ازاي الالكترونات بتترص جوه الذره، تمام. وبعدين هندرس البريودك تيبل اللي احنا عارفينه، خدناه في تاني اعدادي، بس هنشرح تاني على طول كده باذن الله عشان نفكركم بيه. بعدين هنعرف الفرق بين الميتالز والنون ميتالز، الفلزات واللافلزات. سهله برضه، حاجه بسيطه خالص. والميتالز بقى والنون ميتالز والنوبل جاز والحاجات دي يعني بيتحركوا ازاي في البريودك تيبل، فنعرف البيهيفير بتاعهم، نعرف كل حاجه من دول بتتحرك ازاي او بتتعامل ازاي في البريودك تيبل. واخر حاجه هناخدها هي البوندنج، الا وهي الايونيك والكوفالنت بوندز. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده. اولا يعني ايه اليمنت ويعني ايه كومباوند اصلا؟ عندنا حاجه اسمها اليمنت وحاجه اسمها كومباوند. واصلا الاثنين دول بيندرجوا تحت حاجه اسمها الماتر، الماده. عندنا اي حاجه في الحياه هي عباره عن ماده. الموبايل اللي انت ماسكه ده عباره عن ماده. التابلت انت بتذاكر منه او اللابتوب عباره عن ماده. الخشب ده عباره عن ماده. عندك الحديد ماده. المروحه دي معتبر ماده. اي حاجه حواليك دي تعتبر ماده، تمام. مش ماده سبجكت اللي احنا بندرسه، لا اقصد ماده يعني ملموسه او حاجه ماديه، تمام. فالماده بقى بتتقسم ليه؟ بتتقسم الاليمنت، بتتقسم لكومباوند بالعربي يعني، بس انا مش بحب اترجم عربي كتير، بس انا اقول لكم يعني معناهم بالعربي. element يعني عنصر،
والكومباوند يعني مركب من اسمهم كده. تعال نفهم واحده واحده بالراحه خالص. الاليمنت قلت ده عنصر. انا هنفترض مثلا معايا حته حديد، ماشي، ايرون، حته حديد. الحديد ده انا لو مثلا مسكت حته، عندي مثلا بوار كبيره كده، دي عباره عن ايه؟ عباره عن حديد، تمام، كلها كده اسمها ايرون، صح؟ طيب لو كسرتها نصين، جيت مثلا كده وكده، اسمها ايه بقى؟ اسمها ايرون برضه، صح؟ طيب لو كسرت دي برضه حته صغيره خالص، اسمها ايه؟ اسمها ايرون برضه، صح؟ يبقى نفهم من كده ان العنصر او الاليمنت ده عباره عن ماده بتتكون من نفس الذرات. يعني لو كسرتها مليون حته هيطلع لي في الاخر ايه؟ ايرون بس، مش هتلاقي حاجه مع الايرون. انا افترض مثلا عندي مثال كمان، هناخد الخشب مثلا. الخشب ده المفروض الخشب ده بيتكون، لو مثلا جبت خشب وقعدت اكسر فيه، قعدت اكسر فيه، فهيطلع لي ايه في الاخر؟ هيطلع لي خشب. طب ناخد مثال تاني، خلينا احسن في الحاجات اللي هي ايه، الواقعيه شويه. زي مثلا حته مثلا الالومنيوم مثلا. عارف مثلا الفويل بتاع الالومنيوم اللي في المطبخ، لو جينا مثلا كسرناه او قطعناه مثلا حتت صغيره، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك في الاخر برضه حته صغيره خالص من ايه؟ من الالومنيوم، صح كده؟ طيب ده الاليمنت. طب الكومباوند بقى ايه؟ الكومباوند ده من اسمه برضه بالعربي اسمه مركب، صح؟ مركب يعني ركبت حاجه على الثانيه مثلا، يعني عملت مخلوط يعتبر، صح؟ هو ده الكومباوند بالظبط. يعني مثلا الكومباوند، هناخد مثلا الميه، الووتر، H2O، ده رمز الميه، تمام؟ ده الرمز بتاع الميه اللي احنا بنشربها عادي، اي ميه موجوده رمزها H2O. الاتش دي بترمز للهيدروجين او الهيدروجين، تمام؟ والاو دي بترمز ايه؟ للاكسجين. طيب هل الاثنين نفس الماده؟ هل الاكسجين والهيدروجين نفس الماده؟ لا. يعني احنا مثلا لو جبنا الميه وكسرناها مثلا، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك هيدروجين واكسجين، صح؟ يبقى كده هما نفس الماده؟ لا، يبقى كده ما طلعوليش نفس الماده، يبقى هما مش اليمنت، صح؟ طالما طلعوا لي مادتين مختلفين يبقى هما ايه؟ هما كومباوند. يبقى كده نعرف بقى الكومباوند ده عباره عن ايه. الكومباوند ده عباره عن موليكيول، او عباره عن جزيء، لو كسرناه هيطلع لك اكتر من ماده، مادتين بقى، 3، 4، 20، اي حاجه، بس اهم حاجه ان هو بيتكون من مادتين او اكتر مختلفين، ماشي؟ ما ينفعش ان انا اكسر كومباوند يطلع لي نفس الذره او نفس الموليكيول. فهمتوا؟ يبقى ده الفرق بين الاليمنت والكومباوند. الاليمنت ده عباره عن حاجه انا لو كسرتها مليون الف حته هيطلع لي نفس الكلام برضه في الاخر، او نفس الذره، نفس الذرات المتشابهه، بس الذرات كتير جنب بعضها، تمام، من نفس الماده او من نفس العنصر، تمام. انما الكومباوند هنلاقي مثلا اكتر من ذره مختلفه يعني محطوطين مع بعض وعاملين بوند مع بعض، او ارتبطوا مع بعض، كونوا مركب تاني جديد خالص، تمام. تعال بقى نقرا المكتوب. الاليمنت بيقول لك الاليمنت is a substance later. الاليمنت is a substance that can't be broken down into any other substance. يعني بيقول لك الاليمنت ده هو ماده ان احنا ما نقدرش can't be broken down، ما نقدرش نكسرها لماده تانية. يعني انا مثلا معايا حته كربونايه، حته كربون اهي، تمام، كربون، عارفين الرصاص اصلا السن بتاعه اصلا ده عباره عن كربون، تمام. انا لو جبت كربون شلته من قلم رصاص وكسرته 20,000 حته هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي مثلا حديد؟ لا، هيطلع لي كربون برضه. طيب الاكسجين مثلا، لو جبت عندي اكسجين موليكيول مثلا اهي، كسرتها نص هيطلع لي ايه؟ مش هيطلع لي الاكسجين بس. فاهمين؟ دي الفكره كلها. في برضه عندي مثال تاني انا جايبه لكم على الشمال اهو، ده الميركوري، ده الزئبق لو انتوا عارفينه. ده عباره عن ميتال بس بيبقى ليكويد يعني، تمام. الميركوري ده انا مثلا لو جبت حبه ميركوري مثلا وصبيت مثلا، جيت مثلا وليكن لتر ميركوري، لتر ماشي عشان هو يعتبر ليكويد سائل. لو جبت لتر من الميركوري ده وحطيت مثلا جبت مثلا كذا انبوبه تانية ووزعت عليهم كل واحد مثلا 100 مللي 100 مللي 100 مللي 100 مللي، كلهم هيبقوا اسمهم ايه؟ ميركوري برضه، سواء 1000 لتر او سواء لتر او سواء مللي واحد بس، كلهم اسمهم ايه؟ ميركوري. دي حته حديد ايرون، لو جبتها برضو وكسرتها مثلا 20,000 حته وقعدت اكسر فيها كده هتطلع في الاخر ايه؟ برضو هتطلع في الاخر برضو حديد عادي، صح؟ هو ده الاليمنت، تمام. بس في ثلاث اشكال للاليمنت. ممكن يبقى حاجه اسمها مونو اتوميك موليكول، او داي اتوميك موليكول، او بولي اتوميك موليكول. يعني ممكن يبقى element بيتكون من اتوم واحده بس، او ممكن يكون بيتكون من 2 اتومز مع بعض زي الاكسجين، او 3 اتومز مع بعض اللي هي الاوزون موليكيول.
لو انتوا عارفين طبقه الاوزون اللي بتقول كده، دي بتتكون يعني لازم تتكون من 3 اكسجين موليكيول مع بعض، يعني 1 2 3 اكسجين مع بعض هيطلعوا لك ايه؟ يطلع لك الاوزون لاير. هي دي تبقى تركيبتها كده، فاهمين الفكره؟ الله اكبر الله اكبر. خلاص نكمل بعد الصلاه بقى ان شاء الله. طيب كده يا شباب احنا خلصنا الاليمنتس المفروض، ودي انا اكتشفت ان هي O3 مش O2. ان الاوزون لاير بتتكون من 3 اكسجين اتومز مع بعض، تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه ايه للاليمنت. الاليمنت هو عباره عن الماده ان انا لو كسرتها هتديني برضه نفس الماده، مش ما ينفعش يبقى فيه اكتر ماده في نفس ايه، في نفس التكوين بتاعها، تمام كده؟ ندخل بقى على الحاجه الثانيه هي الكومباوند. الكومباوند ده عباره عن ماده زي ما قلنا هنا، زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، هو عباره ايه عن ماده بس فيها اكتر من حاجه مع بعض، اكتر من مركب، اكتر من ذره اتحدوا مع بعض كونوا ايه، كونوا الماده ديت. يعني هي لازم لو انا كسرتها هيطلع لي مادتين او اكتر مختلفين، تمام؟ يبقى هتز a substance formed as a result of chemical combination. result of a chemical combination between two or more elements. two or more element، وازود عليها كلمة ايه؟ two or more different elements. two or more different elements. يعني مثلا عندك المية اهي، الووتر اهي، صح؟ لو خدنا مثلا موليكول واحدة منها هنلاقي فيها O و2 H2O زي ما قلت لكم. يعني مثلا لو كسرت كده هيطلع لي اكسجين وهيدروجين مع بعض وهيدروجين، يعني يبقى ايه؟ المواد مختلفة، تمام؟ يبقى ده بالنسبة للإليمنتس والكومباوندز. طيب بقى انا ازاي بعرف الاليمنت؟ يعني مثلا هل مثلا انا عندي الاليمنت الميه بس، او عندي مثلا الاليمنت الحديد بس، او عندي مثلا ميركوري بس، او عندي النحاس بس، كبر؟ لا، اكيد عندي اليمنتس كتير قوي. هم كان عددهم تقريبا في البريدكت تيبل انه 118، تمام؟ بس مش دي الفكره. الفكره دلوقتي عندي 118 اليمنت، اكيد كل واحد بيبقى ليه صفات مختلفه، كل واحد بيبقى ليه خواص مختلفه، بروبرتيز مختلفه، كل واحد بيبقى ليه كاركترستكس مختلفه. طب عشان اعرف افرق بين كل واحد والتاني لازم ابقى يعني عامل رمز معين او حاجه تفرق بين واحد والتاني. يبقى انا عشان اتكلم عن element اصلا لازم يبقى كل element ليه سيمبل، لازم كل element يبقى ليه رمز، تمام كده؟ يبقى انا عشان اعرف element have to know elements، عشان اعرف element ده لازم اديله رمز، تمام؟ عندنا بعض القواعد اللي احنا بنستخدمها علشان نسمي كل element. هو عامة اسماء الاليمنتس بتبقى جايه من حاجه كده اسمها اللاتين لانجويج، بتبقى جايه من اللغه اللاتينيه، تمام؟ لان اغلب الحاجات اللي كانت بتكتشف جديده كانت بتبقى موجوده فين؟ عند اليونان والحاجات اللي هم الناس اللي بيستخدموا لغات اللغه اللاتينيه دي. فاحنا احنا المفروض بندرس بالانجلش، صح كده؟ فالعلماء اللي هم عشان يحولوا اللغه اللاتينيه للغه الانجليزيه عملوا ايه؟ هنفترض مثلا عندي اليمنت اسمه الكلورين، اللي هو ايه؟ كلورين. انا عاوز اعمل له سيمبل، ده المفروض اسمه ايه ده؟ الكلورين. المفروض ان انا عاوز اعمل له سيمبل، صح؟ عاوز اعمل له سيمبل، السيمبل بتاعه او الرمز بتاعه بنرمز له بسي ال. طيب ليه بقى اخترنا سي ال؟ تعالى بقى نشوف السلايد اللي بعدها. علشان هنا الكلور او السي ال اهو، صح؟ ركز معايا، ده السي ال واسمه بالانجلش الكلورين، صح كده؟ الكلورين. طيب ليه بقى ادوا له سي ال؟ علشان الاسم باللغه اللاتينيه اسمه كلورم. تعالى بقى السلايد اللي قبلها، قلنا باللغه اللاتينيه اسمه كلورم، اسمه كلورم، تمام؟ فقال لك اول قاعده انتوا مش لازم تحفظوا القواعد، بس انت كده كده هتشتغلوا عملي وخلاص. احنا مثلا انا بس بفهمكم بيسموا ازاي. عندنا الاول ان الاسم اول 3 حروف من اللغه اللاتينيه، من الاسم باللغه اللاتينيه والاسم باللغه الانجليزيه لو متشابهين، سي اتش ال، عندك كده سي اتش ال وسي اتش ال، تمام؟ قال لك خلاص عشان نفرق بينهم او عشان نعمل سيمبل ليه، فهناخد السي، حرف السي ده، ومع حرف ال اللي هو الثالث ده، بس بكده. دي اول قاعده معانا ان الاسم اللاتيني لو يعتبر اول مقطع منه شبه الاسم الانجليزي فاحنا بناخد يعتبر اول حرفين منهم، تمام؟ اول حرفين، هو مش اول حرفين بالظبط يعني، ولكن يعتبر عشان بس عشان الاسم متشابه ممكن ده يعني في عنصر تاني هيدخل، يعني لو عملناه سي اتش ممكن يلخبط مع عنصر تاني، هوريكم دلوقتي، بس ده المهم يعني. دلوقتي احنا خدنا السي والال. في قاعده مهمه جدا برضو معانا غير الكلام ده، ان احنا لو عندنا العنصر، وليكن لو عندنا العنصر من حرفين، السي والال، ما ممكن اعملها كده، صح؟ لا غلط، اسم مش كده. هنكتب الاول حرف بيبقى كابيتال والحرف الثاني بيبقى ايه؟ بيبقى سمول. ده اسمه الكلورين، هو السي ال.
تمام. عندنا مثلا عنصر الصوديوم، اغلبكم بيبقى عارف عنصر الصوديوم لانه يعتبر اكتر حاجه بنستعملها تقريبا في المعمل، في اللابوراتوري يعني، في العمل وكده. فعندنا مثلا الصوديوم اهو، الصوديوم، ركزوا عشان دي قاعده ثانيه. عندنا عنصر الصوديوم اسمه ده الاسم الانجليش، تمام، خلي بالكم عشان احنا بنتكلم عن اسم الانجليش، تمام. فاسمه بالانجليش اسمه الصوديوم. طيب اسمه باللاتيني، تعالوا بس نشيل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسمه باللاتيني بيبقى ايه بقى؟ اسمه باللاتيني نيتريوم، تمام. طبعا مش عليكم حفظ الكلام ده كله، والكلام ده كله ملوش اي سن لازمه يعني، بس انا بس بوضح لكم الاسم جه منين. فلقينا ان الصوديوم الرمز بتاعه ان وايه. طيب بص كده، بص على الاسم اللاتيني، بص نيتريوم ان وايه، صح؟ فقال لك القاعده الثانيه، لو الاسم اللاتيني اختلف عن الاسم الانجليزي فاحنا بناخد اول مقطع من الاسم باللاتيني. عندك اهو الصوديوم، لو الاسم نيتريوم باللغه اللاتينيه خدوا الان والايه. مثال تاني غير الصوديوم، عندنا الكبر، النحاس، اسمه بالانجلش الكبر، صح؟ اسمه الكبر، دي بس عشان نبقى واخدين بالنا، اسمه الكبر ده النحاس. طب اسمه باللاتيني ايه؟ اسمه الكبرم. طب السيمبل بتاع الكبر ده ايه؟ لو ان هو سي يو. شفت بقى سي يو ازاي؟ احنا قلنا الاسم اللاتيني لو مختلف عن الاسم باللغه الانجليزيه فبناخد اول مقطع من اللغه اللاتينيه، تمام كده. يبقى كده عندنا قلنا الثلاث قواعد، ان اول حاجه لو السيمبل بتاع الاليمنت ده حرفين، فالحرف الاول بيبقى كابيتال والحرف الثاني بيبقى سمول. ولو هو مثلا حرف واحد بس، يعني مثلا وليكن مثلا هو ان، فاحنا مش هينفع نعمله ان ده نيتروجين مثلا. النيتروجين المفروض ان هو اهو نيتروجين، فاحنا السيمبل بتاعه حرف الان، تمام. ما ممكن نعمل ان سمول، لا ان كابيتال، تمام. يبقى كده اول قاعده انه لو حرفين يبقى ناخد الاول كابيتال والثاني سمول، ولو حرف واحد يبقى كابيتال عادي، تمام. ودي بقى القواعد بتاعت التسميه. قلنا لو الاسم بالانجليزي زي الاسم باللاتيني او مختلف عن الاسم باللاتيني بناخد اول مقطع من الاسم باللاتيني، تمام. ولو الاسم بالانجلش غير او شبه الاسم باللاتيني يبقى احنا بناخد ايه؟ بناخد اول حرفين، تمام، من الاثنين اللي هم كده متشابهين يعني. تعالى بقى نشوف الرغي ده كله، تعالى نشوف مكتوب ازاي بقى عشان نخلص. قلنا اول قاعده اهي: the first symbol of an element represents a single atom of that element. يبقى the first letter of their name in capital letters، تمام. يبقى first letter يبقى لازم ايه؟ in capital letter. لو two letters يبقى ايه الكابيتال؟ يبقى الفيرست capital letter والسكند small letter، تمام. السيمبلز اهيت. قلنا لو الاسم بالانجلش غير الاسم باللاتيني فهناخد اول حرفين اهو. عندك البوتاسيوم والكاليوم خدنا حرف الكي، الكبر والكبرم خدنا السي يو، الايرون والاف اي خدنا الاف اي، تمام كده. طيب لو الاسم متشابه يعتبر اسمه بالانجلش هنا كربون واسمه هناك كربو، خد سي يو خلاص، تمام. النيتروجين والنيتروجينيوم هو نفس الحاجه بخد الان وخلاص. الكلورين والكلورم هو نفس الماده، خدوا السي ال وخلاص، تمام. فهمت الفكره؟ يعني اتمنى انها تكون واضحه يعني بالنسبه لك. نقول على الحاجه اللي بعد كده، يعني معانا بعض الاليمنتس اهيت. انا ممكن بقى اوريكم اهم اليمنتس يعني نعلم عليهم بحيث ان دول اكتر حاجه بيتكرروا يعني. طبعا معانا الهيدروجين من اكتر الحاجات اللي بتتكرر جدا. الهيدروجين بنرمز له بحرف الاتش. الهيليوم برضو يعتبر بيتكرر، الاتش اي. الميركوري اتش جي. الاكسجين طبعا حرف الاو. الفلورين حرف الاف. الايرون اف اي. الفوسفورس بي. الليد بي بي. السلفر اس. السيليكون اس اي. بوتاسيوم كي. المغنيسيوم ام جي. الليثيوم ال اي. الزنك زد ان. النيتروجين ان. النيون ان اي. الصوديوم ان اي. البورون والبريليوم والبرومين، اقراوا الكلام ده كله هيفيدكم يعني. الايودين. الكربون. الكالسيوم. الكلورين. الكبر. الكروميوم. ارجون. الومنيوم. جولد. سيلفر. انا هقول لكم بقى يعني الحاجات اللي هي تتكرر في ثالثه اعدادي يعتبر بتبقى غالبا الهيدروجين ده كده بيتكرر، والبوتاسيوم برضه بيتكرر لازم، والمغنيسيوم، تمام. وعندنا الصوديوم طبعا، في الصوديوم طبعا بيتكرر اهوت. وعندنا برضه الالومنيوم برضه هيكون موجود معانا، والزنك، تمام.
والميركوري. بصوا، والاكسجين، الباقي كله برضه بيكون موجود بنعرفهم، بس دول يعتبر اغلب التجارب. انا لما شفت المنهج وكده يعني دول اغلب الاليمنت اللي هنستخدمها لما نيجي نعمل التجارب وكده. تمام. والايرن برضه، بس لازم يعني تبص بص على كله. تمام، بحيث ان احنا ايه نعرف كل رمز. وخلي بالك انت لو بص عليهم كذا مره هتحفظهم على طول، يعني الحوار مش صعب زي ما انت متخيل. انا بصراحه كنت حافظهم بالنظر بامانه يعني. اول ما فتحتهم قعدت اقلب كده فيهم على طول بعيني كذا كذا مره، وعلى المدى البعيد خلاص بالنسبه لي كلهم عارفهم تقريبا يعني. تمام. تبص عليهم واحاول اكررهم كذا مره. مثلا وليكن مثلا اول يوم مثلا تاخدوا الصف العشوائي كله، ثاني يوم مثلا تاخدوا الصف اللي في النص مع الصف اللي فات، وهكذا يعني. بس في بقى شيء مهم، احنا عمالين نقول في اليمنت وفي كومباوند مش عارف ايه. طيب ايه اصلا ايه الاتوم والموليكيول دي اصلا؟ احنا مش قلنا الاليمنت ده، قلنا الاليمنت بيبقى عباره عن ماده كبيره يعني. وليكن مثلا الاليمنت الايرن مثلا. تعالوا نصغر الخط ده شويه. عندنا مثلا اليمنت اسمه الايرن، حديد. تمام، قلنا اف اي. طيب انا مثلا دلوقتي معايا بار كبير كده، دي عباره عن ايه؟ عن ايرن بار. تمام. قطعه من الحديد. طيب انا عاوز اكسرها، قعدت اكسر فيها قعدت اكسر فيها قعدت اكسر فيها. قلنا ان كل الحتت اللي بتتكسر وتنضف اسمها ايه؟ اسمها حديد برضه. طيب انا بقى لو جبت اصغر حته موجوده في الحديد ده كله، هيطلع لي ايه؟ يبقى عندنا اصغر حاجه موجوده هي ايه؟ هي الذره، هي الاتوم. تمام. عارفين مثلا جسمنا، احنا مش جسمنا بيتكون من اورجانز، اعضاء. والاورجانز بتتكون من تيشوز، نسيج. والتيشوز بتتكون من ايه؟ من خلايا. اذا البيلدنج يونت بتاعت الجسم بتاعنا كله عباره عن خليه. يعني جسمنا عباره عن ملايين ملايين من الخلايا مرتبطه ببعضها، تكاثرت فكونت ايه؟ كونت جسمنا في الاخر، صح كده؟ فنفس الكلام برضو. الماده الماده برضو بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اتوم زائد اتوم زائد اتوم زائد اتوم، ملايين الاتومز كونت لنا ايه؟ الاليمنت ده او الكومباوند. كومباوند ازاي كومباوند؟ اكيد طبعا يعني. قلنا مثلا الكومباوند ده بيبقى مثلا عباره عن ماده وماده. ولكن مثلا عندنا الووتر H2O، الميه. الميه دي هل مثلا بتتكون من ذره واحده بس؟ الميه لا اكيد طبعا. انت عندك مثلا كوبايه الميه دي، انت لو شفتها هتلاقي متكونه من ملايين ملايين من الاتومز. يعني ال H2O ديت، ال H2O فيها ذره اكسجين، دي اتوم. وده اتوم برضه، بس دول تو اتومز مع بعض. تو اتومز اهو، صح؟ يبقى الذره هي حاجه واحده بس من الاليمنت ده. يعني الاليمنت او الكومباوند هم الحاجه الكبيره، وتحتيهم ايه؟ الاتومز. طب ايه هي الموليكيول دي؟ تعال بص اوريك حاجه حلوه عشان نفهم كل الكلام ده كله. هرسمها لك في جدول. تمام. نخط شويه. عندنا الاليمنت ده الحاجه الكبيره، صح؟ بتتكون من حاجات اصغر اسمها الموليكيول. بتتكون من اصغر حاجه اسمها ايه؟ اسمها الاتوم. تمام. انا قلت برضو عندنا الاليمنت هو الحديد. تمام. الموليكول ده عباره عن الحديد ده. بص انا برمز للرمز ده. هو مش معنى كده ان هو ده اتوم واحد، هو المفروض ان انا لو كتبت سيمبل واحد بس اف اي مثلا كده، فده عباره عن ذره واحده بس. بس انا مثلا عندي الاليمنت ده، ما انا عندي الاليمنت ده كله بيتكون من حديد، صح؟ يعني الاليمنت الحديد ده لما اقول في اليمنت حديد، اذا انا عندي عنصر كبير قوي. او مثلا معايا مثلا حته حديد اسمها الايرن، دي كلها حديد. ما انا لو كسرتها قلت مثلا مليون حته، هتلاقي كله حديد برضه في الاخر، صح؟ فاذا انا برمز للاليمنت ده بكلمه او بحرف الاف اي على طول، علشان يعني اريح نفسي. اصلا مثلا مش هكتب مثلا 3 مليون اف اي اتوم، فاهم؟ فانا برمز له طول هو اف اي وخلاص. فبالتالي هو ده الاليمنت. تمام. يبقى الاليمنت كده بيتكون من موليكيول. طب ايه هي بقى الموليكيول دي؟ الموليكيول دي عباره عن تو اتومز او اكتر متحدين مع بعض. يعني مثلا عندي اف اي، ده الاف اي. تمام. يبقى انا كان عندي اثنين اف اي موجودين معايا. دي كده عباره عن موليكيول من الحديد. تمام. هي دي الموليكيول. وقلنا الاتوم هي بتبقى ايه؟ دي اتوم كده، دي اتوم ودي اتوم لوحدها. تو اتومز تحت مع بعض عملوا لنا ايه؟ اف اي. طب لو حطيت عليهم كمان اف اي كمان، برضه لا زال دي موليكيول برضه. لان الموليكيول عباره عن ايه؟ عباره عن تو اور مور اتومز متحدين مع بعض. تمام. ممكن يبقوا سيميلر اتومز، حديد وحديد وحديد. او ممكن يبقوا ديفرنت، يبقى ديفرنت، صح؟ ممكن مثلا نقول
اف اي زائد اكسجين. ايه ده؟ هو ينفع؟ اكيد طبعا مش في حاجه اسمها الاف اي او. ممكن المفروض تتوزن بس احنا مش هنوزنها دلوقتي يعني. ان شاء الله البالانسنج بتاع الايكويشنز ان شاء الله هشرحها لكم في السيشن الجاي باذن الله. فكون لي ده ايه حاجه اسمها الايرن اوكسايد. ايرن اوكسايد. طيب الايرن اوكسايد ده كون من ايه؟ كون من ذره اتوم، من ذره اكسجين وذره اف اي، حديد صح؟ حديد مع اكسجين. ده هما ده ايه ده مش نفس الماده. هنا حديد وحديد وحديد، فادوني ايه؟ ادوني اليمنت صح؟ ادوني اليمنت. طيب حديد واكسجين، اه ده كده هيدوني كومباوند صح كده؟ احنا مش قلنا الكومباوند لما بيتكسر بيدينا 2 اور مور بيدينا اكتر من اتوم بس بيبقوا مختلفين. فاهو لما كسرت الاف اي او مثلا، انا عاوز مثلا اكسر الاف اي او، انا عاوز اكسر الاف اي او، كسرته اداني ايه؟ اداني 2 اتومز، اكسجين وحديد وايرن صح كده؟ فاذا اداني اكتر من ماده، اكتر من ماده، اداني اكتر من اتوم مختلفين. تمام؟ هو ده الكومباوند. فنشيل ده كله بقى. قلنا ادي هو الاليمنت. تمام؟ بيتكون من موليكيولز من نفس الاتومز. تمام كده؟ تمام. طيب نشوف بقى الكومباوند، نكتبها عشان تشوفوها يعني بعينيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كومباوند بيتكون من موليكيولز برضو، بس خلي بالنا موليكيولز ايه؟ موليكيولز ايه؟ have different atoms. تمام؟ هما الاثنين متكونين من موليكيولز، هما الاثنين متكونين من اتومز، موليكيولز واتومز. بس الفرق هنا، فرق هنا نجيب نون تاني. فرق هنا ان الموليكيول دي بتتكون، او نشيل هنا عشان تبقى اسهل. بص، الموليكيول دي بتتكون من different atoms. انما لا حول ولا قوه الا بالله. الاليمنت هنا بيتكون من similar الموليكيول. الاليمنت بيتكون من موليكيول، الموليكيول بيتكون من similar atoms. المره هنا الكومباوند بيتكون من موليكيولز، اكتر من موليكيول مع بعض صح؟ بس الموليكيول دي بتبقى عباره عن ايه؟ اكتر من different اتومز مع بعض. تمام؟ ده الفرق بين الاتوم والموليكيول. يبقى كان عندنا قلنا الاليمنت والكومباوند هما الحاجتين الكبار تمام من الماده، بيتكون من حاجات اصغر منهم. الاليمنت بيتكون من موليكيول والكومباوند بيتكون من موليكيول. بس الموليكيولز بتاعت الاليمنت، الموليكيولز بتاعت الاليمنت بيبقى فيها اتومز كتير بس كلهم متشابهين. انما الكومباوند بيبقى عندي موليكيولز برضه، الموليكيولز بتاعته بيبقى فيها اتومز كتيره بس مختلفين. ناخد مثال على ده، مثال على ده زي ما قلنا. الاليمنت مثلا ده عندك الاف اي، عندك الكومباوند مثلا اف اي او. تمام؟ بعد كده ناخد بقى، احنا عرفنا ان في ذره صح؟ عرفنا ان هما الاثنين الاليمنت والكومباوند بيتكونوا من حاجه صغيره جدا اسمها الاتوم. اصغر حاجه موجوده فيهم الاثنين اسمها ايه؟ الذره، الاتوم. طبعا نخش جوه الاتوم دي ونعرف هي بتتكون من ايه اصلا. بتتكون من ايه اصلا؟ الاتوم ديت بتتكون من اربع حاجات بالظبط. عندنا حاجه اسمها النيوكليوس. تمام؟ والنيوكليوس دي بيبقى جواها حاجتين اسمها البروتونز والنيوترونز. وبره النيوكليوس دي حاجه بتدور حواليهم كده اسمها ايه؟ اسمها الالكترون. طبعا بص هنا في الصوره عندنا اهو اللي بيلف بره ده كده، ده هو الالكترون. ده الكترون، ده الكترون بيلف مدارات معينه حوالين ايه؟ حوالين النيوكليوس. والنيوكليوس اهيت هي دي كده، دي كلها على بعضها النيوكليوس اللي بتتكون من ايه؟ بتتكون من بوزيتيف دي، والحاجه اللي هي الثانيه دي اللي اسمها نيوترون. البروتون اللي هو البوزيتيف، والنيوترون اللي هي اسمها نيوترال، هي النيوترون. فهي النيوترال الشحنه بتاعتها نيوترال. تمام؟ فتعالى نشوف كل شحنه كل واحده. هو اصلا كاتبها لك جنبها هنا. عندك الالكترون اللي بيدور بره النيوكليوس ده هو بالنيجاتيف. تمام؟ البروتون اللي هو جوه النيوكليوس بوزيتيف او شحنه موجبه. النيوترون ولا هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو ممكن نكتب مثلا بوزيتيف اور نيجاتيف كده. واخر حاجه النيوكليوس هي اصلا برضو جواها البوزيتيف والنيجاتيف ايه؟ البوزيتيف والنيوترال نيوترونز. تمام كده؟ كمان ما تكونوش تايهين معايا. فده بالنسبه للاتوم ستراكشر. تمام؟
بس في نقطه بقى قبل ما نكمل في السلايد اللي بعدها. احنا قلنا ان الالكترون ده، لا حول. الالكترون ده بيدور في مدارات معينه حوالين النيوكليوس. طيب هو ثواني بس كده، احنا مش قلنا ان الماده وليكن مثلا الحديد ده، مش قلنا ان هو يعني لو معايا حته حديد هتلاقي فيها ملايين من الاتومز؟ طيب مثلا الاتوم مثلا وليكن على سبيل المثال الاتوم الواحده من الحديد فيها 10 الكترونز مثلا، انا بقول وليكن تمام، هو غير كده بس انا بقول كمثال عشان افهمكم. فعندي مثلا ملايين من الاتوم، ملايين من الاتوم دول فيهم ملايين من الالكترونات، صح؟ ملايين من النيجاتيف الكترونز، صح كده؟ فهل كل الالكترونز موجودين في نفس المدار؟ يعني مثلا انا عندي مثلا النيوكليس اهي، عندي النيوكليس اهي، هل مثلا حواليها مدار واحد بس؟ مستحيل طبعا، اكيد في مدارات كتير جدا. تمام. طيب هناخد مثلا الشمس، الشمس مش هي تبقى الشمس اهي، او مثلا الشمس اهي يبقى حواليها ادي واحد ادي اكتر من مدار، صح؟ المفروض مثلا الشمس بيبقى فيها اكتر من كوكب، وكل كوكب بيبقى مثلا ماشي في مدار معين ليه، صح كده؟ اللي كل كوكب بيلف حوالين الشمس مثلا بسرعه معينه وديستانس معينه او مسافه معينه وكده، فكل كوكب بيبقى ليه مدار معين حوالين الشمس، صح؟ فنفس الكلام برضه هنفترض ان الشمس هنا هي النيوكليوس، النيوكليوس في النص وحواليها دي مدار واثنين وثلاثه. دي بقى اسمها ايه عندنا في الساينس، اسمها ايه؟ او في الكيمستري اسمها ايه؟ المدارات دي اسمها الانرجي ليفلز، اسمها الانرجي ليفلز، مستويات الطاقة. كل إلكترون مختلف عن الإلكترون الثاني في الطاقة، يعني كل إلكترون ليه طاقة معينة، فبالتالي على حسب الطاقة بتاعت الإلكترون ده هيدور في مدار معين. فهمت الفكرة؟ زي كوكب الأرض مثلا، كوكب الأرض دلوقتي عنده بيدور حوالين الشمس بمسافة معينة، فإذا المستوى اللي بيدور فيه غير المستوى بتاع عطارد مثلا، غير المستوى بتاع ميركوري. فاهمين الفكرة؟ بس ده بالنسبة للأتوم. قلنا بتتكون من جواها ايه؟ فيها جواها نيوكليس، النيوكليس دي بتبقى عباره عن بروتونز ونيوترونز، وبره النيوكليس بيدور حواليها حاجه اسمها الالكترون في مدارات معينه بنسميها الانرجي ليفلز. فهو اللي بيقول لك اهوت نفس الكلام اللي قلته، النيوكليس it occupies a very small space in the atom and contain two types of particles، عندك البروتونز وعندك النيوترونز، تمام؟ والالكترونز قلنا extremely small particles that revolve يعني يدور، بيلف حوالين النيوكليوس at high speeds in energy levels. نركز بقى على الكلمه دي، وقلنا دي اسمها ايه؟ energy levels. يبقى هي دي الكلمه اللي مهمه جدا عشان هنستخدمها في السلايد الجاي على طول، الانرجي ليفلز. يبقى كان عندك الالكترون بيدور حوالين النيوكليوس في ايه؟ انرجي ليفل. في معلومه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، ايوه ايه؟ لما اقول لك مثلا، لما اقول لك ان الحديد وليكن، انا بقول كمثال برضه، طب خلينا في حاجه واقعيه علشان ايه نبقى فاهمين. ان ايه؟ الصوديوم، احنا قلنا ان ايه هو الصوديوم، صح كده؟ خليكم فاكرين في 11 بروتون. طيب في كم الكترون؟ هنا بقى القاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان عدد البروتون بيساوي عدد الالكترون. يبقى لما اقول لك ان الصوديوم عنده 11 بروتون، يبقى الصوديوم برضه عنده 11 او 11 الكترون. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا قلنا ان الذره تاني، الاتوم دي المفروض هي اصغر حاجه بتكون الماده، اصغر حاجه بتكون الاليمنت، وهي برضو اصغر حاجه بتكون الكومباوند. اذا الاتوم او الذره هي اصغر حاجه مكونه لايه؟ مكونه لاي ماده في الحياه، هي الاتوم. زي الخليه اللي في جسم الانسان. فانا هاخد اتوم واحده بس من ملايين الاتومز اللي موجوده في ايه؟ اللي موجوده مثلا في الحديد، لما شفتها مثلا انت موجوده فيه، اكيد فيها ملايين من الالكترونات، واكيد فيها حاجات كتير جدا من البروتون، تمام؟ فانا هنفترض مثلا انا معايا اتوم واحده من الصوديوم، الصوديوم فيه كام بروتون؟ فيه 11 بروتون، يبقى فيه كام الكترون؟ فيه 11 الكترون، تمام كده؟ طب احنا بقى بنستخدم الالكترونز، احنا قلنا من شويه ان كل الكترون بيمشي في انرجي ليفل على حسب الطاقه بتاعته، صح كده؟ ففي حاجه عندنا بقى اسمها الالكترون كونفيجريشن. الالكترون كونفيجريشن، ودي تقريبا اللي قايم عليها اغلب الكيمستري في التوزيعات وهكذا، ده اللي مبني عليه كله، حتى تالتة عليه برضه المنهج بتاعها مبني برضه على كل الكلام ده. فالالكترون كونفيجريشن، ايه الالكترون كونفيجريشن؟ زي ما قلنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن الطريقه اللي انا بستخدمها
الطريقه اللي انا بستخدمها علشان ارتب الالكترونز في الانرجي ليفلز بتاعتهم. قلنا هم بيترتبوا في الانرجي ليفلز على حسب ايه؟ على حسب الطاقه بتاعتهم، على حسب الطاقه بتاعتهم، صح كده؟ اذا كل الكترون بيبقى ليه طاقه معينه. طيب انا برتبهم ازاي بقى؟ احنا في البدايه كده الانرجي ليفلز دي احنا قلنا اس ليفلز، صح؟ يعني كتير، يعني هم مش انرجي ليفل واحد بس. عندنا هم 7 انرجي ليفلز اساسيين. هم ايه؟ عد معايا. المفروض ان هم سموهم يعني، بس انا هقول لكم اسمهم على طول، برضه مش مهم انكم تعرفوا ازاي تسموا كده يعني، بس نفهم على طول. يبقى الانرجي ليفلز هم عندنا 7 انرجي ليفلز: كي، ال، ام، ان، او، بي، كيو. 1 2 3 4 5 6 7. 7 انرجي ليفلز موجودين عندنا. دول اسمهم المين انرجي ليفلز. يعني ايه مين انرجي ليفلز؟ هم الاساسيين، هم الانرجي ليفلز الاساسيين. اذا في انرجي ليفلز فرعيه بس مش علينا دلوقتي، مش عاوزينهم يعني، هيتاخدوا ان شاء الله في الثانوي وموالهم كبير يعني، فاهمين؟ هم اسمهم هتعرفون بقى في حوار الاس اس بس دبس دبس فدبس ده. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله في الكيمياء وهتقرفوا منه يعني، بس الحمد لله انا مش هشرحه لكم دلوقتي، كده مش مهم يعني دلوقتي. قلنا دول المين انرجي ليفلز. احنا في الاعدادي احنا مش بنستخدم الا في الاغلب يعني الكي والال والام، وغالبا الان مش بنستخدمه يعتبر يعني في التوزيع بتاعنا. انتوا اصلا عارفين ان ان الكترون كونفيجريشن بالعربي اسمها توزيع الالكترونات. انا بوزع الالكترونات، فانا هوزعها فين؟ مش قلنا ماشي، انا بقول لكم انا معيد تاني ده عشان تبقوا فاهمين معايا. مش قلنا ان في الكترونز في الذره بتدور حوالين النيوكليوس، وبتدور حوالين النيوكليوس في حاجه اسمها الانرجي ليفل، وفي اكتر من انرجي ليفل موجودين، والاتوم بتدور في انرجي ليفل معين، كل اتوم بيدور في انرجي ليفل معين على حسب الطاقه بتاعته، صح كده؟ فاذا الالكترون كونفيجريشن انا بستخدمها علشان اوزع كل الكترون على حسب الطاقه بتاعته في الانرجي ليفلز ايه المختلفه. فاذا انا عندي 7 انرجي ليفلز، وكلهم كل واحد عنده طاقه معينه. فبالتالي مثلا لو ال بياخد مثلا طاقه، وليكن عاوزين مثلا هنقيسها بايه بالارقام، وليكن الام فيها 50 جول مثلا عشان احنا بنقيس طاقه. فالانرجي ليفل اللي هو بحرف الام ده محتاج الالكترون اللي فيه يبقى عنده 50 جول، وانا عندي مثلا الالكترون فيه 10 جول، وعندي واحد فيه 15 جول، واحد فيه 55 جول. اذا مين من دول اللي المفروض هيخش في الانرجي ليفل حرف الام؟ هو الالكترون ابو 55 جول بس، فاهم؟ لان انا محتاج هنا مينيمم انرجي في الام ده 50 جول، فده عنده اكتر، فده يقدر ان هو يخش هنا عادي. بس طالما هو عنده اكتر فهو اصلا هيقعد شويه في الام وبعدها يروح في الان، لان اكبر شويه. يعني مش مهم يعني، بس انا بفهمكم بس فكره الانرجي ليفلز عامه. ف زي ما قلنا احنا غالبا بنستخدم اول اربعه دول بس، هو الكي والال والام والان. في المفروض بنستخدم دول برضو اللي هم الاو والبي والكيو، المفروض بنستخدمهم، ولكن يعني اقصى مركب عندنا تقريبا هو البوتاسيوم، وده عنده 19 عنده 19 الكترون. طيب بما انه عنده 19 الكترون، يبقى عنده كام بروتون؟ عنده 19 بروتون. برافو عليك. احنا قلنا ان البروتونز بتساوي نفس عدد الايه؟ بروتونز بتساوي نفس عدد الالكترونز، تمام كده؟ فالبوتاسيوم مثلا، تعالوا بقى نوزع بقى. مش احنا قلنا البوتاسيوم عندنا 19 منه، صح؟ تعال نجيب صفحه ثانيه، بيج. عندنا البوتاسيوم، نكتب بالانجلش البوتاسيوم. على فكره الاسم بالانجلش هو نفسه الاسم بالعربي يعني، عشان مش محتاج ترجمه ولا حاجه. ويعني يا ريت نركز اكتر في العربي، مش عشان عقده خواجه ولا حاجه، قصدي بقول يا ريت نركز في الانجليش اكتر، مش عشان عقده الخواجه ولا حاجه، ولكن علشان يعني انت بتدرس ساينس بالانجلش من الاخر يعني، فعشان تبقى فاهم والكلام يثبت في دماغك. اصلا احنا في الامتحان مش هكتب له البوتاسيوم بالعربي، فهمت الفكره؟ فاذا البوتاسيوم هو اسمه بالانجلش او بالعربي يعني مش تفرق، عنده 19 الكترون. فهنوزعهم ازاي؟ احنا قلنا عندنا المين انرجي ليفلز، عندك الكي والال والام والان والاو والبي والكيو، تمام؟ عندنا البوتاسيوم هنكتب هنا، عندك الكي البوتاسيوم بيحتوي على 19 الكترون، تمام؟ احنا قلنا ان هو الاشاره بتاعته بتبقى نيجاتيف، فاحنا بنختصر يعني على طول نكتب بدل ما نكتب الكترون كده، لا بنكتب حرف الاي على طول، تمام؟ عندنا 19 الكترونز.
في عندنا بقى المفروض نعرف دلوقتي ان هنوزع الالكترونز دي كل انرجي ليفل. اصل كل الالكترونز قلنا مش هيبقوا كلهم موجودين في نفس الانرجي ليفل، صح كده؟ طيب في عندنا قانون العلماء اكتشفوه او اخترعوه، يعني كان مش تفرق، يعني المهم احنا بنشتغل بيه وخلاص. القانون ده بيحدد لي كل انرجي ليفلز. احنا قلنا عندنا كام انرجي ليفل؟ عندك الكي والال والام والان، هنقول بس الاربعه دول دلوقتي يعني. فعشان احدد كل انرجي ليفل هياخد يعني اقصى حاجه هياخدها كام الكترون موجود، استنى قانون اسمه ايه؟ اسمه 2n باور 2. 2n باور 2. هذا القانون بنستخدمه علشان نحدد how many، او بلاش how many، عشان نحدد the maximum، اقصى maximum number of electrons the energy level can contain. يعني انا القانون ده بيساعدني ان انا ايه؟ احدد اقصى عدد من الالكترونات اللي الانرجي ليفل ده يقدر يستحمله. تمام؟ فهناخد مثلا، احنا بس عشان بس تفهم حرف الان ده، انا بقول مثلا كتير صح؟ ده شيء كويس عشان تفتكروني بكلمه مثلا، يعني كل لما كلمه مثلا تتقال قدامكم تعرفوا ان الدكتور عمر بيقول مثلا، تفتكروني ترجعوا تذكروا تاني هكذا. فده شيء كويس، خلي بالكم، يعني هو ممكن يبقى مرض، او مرض ده بس مرض كويس يعني. بس هو مرض يعني، عشان ما نكذبش هو مرض يعني، حتى كلمه يعني مرض. المهم يعني، المهم يعني المهم حرف الان ده بيرمز للانرجي ليفل. تمام؟ هو الانرجي ليفل. طب انا ازاي يعني مثلا هحط مثلا 2 كي باور 2؟ اكيد لا طبعا، يعني احنا المفروض ان احنا بناخد، يعني هنا في حاجه ما قلتهاش اهي، كويس ان انا افتكرت ان كل انرجي ليفل يبقى ليه رقم. يعني كي ده هو اول واحد، فبديله حرف رقم 1. ال 2 ال 3 4 5 6 7. تمام؟ ده ارقامهم وترتيبهم برضه. فهم كي ال ام ان او بي كيو، وكل واحد بيبقى ماشي بالترتيب بتاعه. يعني الانرجي ليفل رقم 1 ده الكي. تمام؟ تعالى بقى نستخدم القانون بقى عشان نعرف، احنا عاوزين نعرف دلوقتي الانرجي ليفل الكي ده بيبقى فيه كام الكترون. فنعوض بالقانون، هو رقمه ايه؟ رقمه نمبر 1 صح؟ رقمه نمبر 1. يبقى عندك 2، نعوض في القانون بقى. 2 ان اللي هي رقم كام؟ اللي هي 1 باور 2 هيساوي كام؟ 1 باور 2 يعني بيساوي 1. 2 في 1 بيساوي ايه؟ بيساوي 2 الكترون. يبقى اذا الانرجي ليفل كي اقصى عدد الكترونات ممكن يحتوي عليها هي كام؟ هي 2 الكترونز، صح كده؟ طيب تعالى نشوف اللي بعده، حرف ال ده رقمه كام؟ رقمه 2 صح؟ دي كده ماشي. 1 2 1 2 3 4. ال ده رقم 2 صح؟ يبقى عندنا القانون 2 ان باور 2. ال n 2 يبقى 2 باور 2 يساوي ايه؟ 2 باور 2 يساوي 4. 4 ملتبلاي 2 هيدينا كام؟ هيدينا 8 الكترونز. اذا اقصى حاجه، اقصى عدد من الالكترونات حرف ال او الانرجي ليفل ال يقدر يستحمله هو 8 الكترونات. تمام؟ ده الانرجي ليفل كله، خلي بالك، يعني الانرجي ليفل كله قلنا، بص عشان بس تبقى فاكر معايا، مش قلنا في حاجه اسمها مين انرجي ليفل وحاجه اسمها سب انرجي ليفل؟ ومش سب، انا قلت لك في مين وفي فرعي اللي هو السب، يعني اسمها السب انرجي ليفل، هو انرجي ليفل فرعي. تمام؟ بس احنا قلنا بنشبه بالمين بس. يعني دلوقتي لما اقول لك مثلا ان حرف ال ده او الانرجي ليفل ال اقصى حاجه بيقدر يستحملها 8 الكترون، فانا بقول لك المين ده هو نفسه بالسب انرجي ليفلز بالحاجات الفرعيه اللي جواه كلهم على بعضهم بيساوي 8. تمام؟ يعني مثلا هديك مثال، او مثلا هديك مثال. تمام؟ ركزوا معايا، مثلا هديك مثال اللي هيعد انا قلت كام مثلا في الفيديو ده. ليه جايزه مش قوي يعني، بس هدعي له. المهم حرف ال ده او الانرجي ليفل ال تحته مثلا وليكن السب ليفلز، عنده ادي واحد سب ليفل، او عنده مثلا اثنين سب ليفلز. تمام؟ عنده اثنين انرجي ليفلز كمان فرعيين. فالمفروض ان اللي بيشيل الالكترونز اصلا بيكون السب ليفلز دي. تمام؟ فانا دلوقتي لما يبقى اقول اقصى حاجه يقدر يستحملها 8 الكترون، فاذا هو ال ده الانرجي ليفل ال هو والسب انرجي ليفلز بتاعته بيستحملوا ايه؟ يقدروا يستحملوا 8 الكترون بس، يعني كلهم على بعضهم. تمام؟ بقول الكلام ده ليه؟ هتفهموه بعدين كمان، يعني السلايد اللي جايه تقريبا يعني هوريكم دلوقتي.
هرجع لها تاني ان شاء الله، بس يعني هوريكم انا كنت بقول ايه اصلا. تعالى بس نكمل. عندنا اللي بعده لتر ام، تمام. 2 هو رقم 3، يبقى 2 ان باور 2. ال n دي رقم 3، 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3 اللي هو باور 2 يعني ب 9. 9 ناقص 2 ايكوال ايه؟ ايكوال 18 الكترونز. يبقى اقصى حاجه يقدر يستعملها هو السب ليفلز كام؟ 18 الكترونز. طيب ال n، على فكره انا بكره الماث يعني هنشوف. 2 ان باور 2 لان هنا 4 صح؟ 4 باور 2 ايكوال 16. 16 ملتبلاي باي 2 هيدينا كام؟ 32. انا مش فاشل يعني في الماث، انا بعرف احسب برضه. 32 الكترون. اذا اقصى حاجه الانرجي ليفل اللي اسمه ان يقدر يستحملها عباره عن ايه؟ عباره عن 32 الكترونز، تمام. ده اقصى حاجه او اقصى عدد من الالكترونز الانرجي ليفل يقدر يستحمله. طيب تعالى بقى نفتح سلايد ثانيه. تعالى نفتح سلايد ثانيه. احنا لسه برضه ما وزعناش، خلي بالكم احنا لسه ما وزعناش ايه؟ لسه ما وزعناش البوتاسيوم. احنا اصلا جايين عشان ايه؟ علشان نوزعهم صح. فتعالى نجيب بقى سلايد ثانيه ونكتب فيها ايه؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم الجميل اسمه كي، بيحتوي على 19 الكترون صح. تعالى بقى نكتب كده الانرجي ليفلز جنبنا هنا. قلنا كي ال ام، قلنا نكتب 4 بس ان. قلنا ان الكي بيحتاج كام؟ الكي بيحتاج 2 الكترونز. الكي بيحتاج 2 خلي بالك الكي دي غير الكي دي. الكي دي ده اسم الانرجي ليفل. الكي دي بتاعت البوتاسيوم عشان ما تلخبطوش برضه. فضيح لو اتلخبطوا من دي ودي. بوتاسيوم ده ايلمنت اسمه بوتاسيوم يعني، تمام. فقلنا دلوقتي ان الكي بتاخد 2. ال بتاخد كام؟ قلنا ال بتاخد 8 والام 18. ال 8 والام 18 والان 32، تمام. ان 32. فعندنا احنا كده عندنا 19 الكترون. هنوزعهم ازاي؟ احنا قلنا ان الانرجي ليفلز ديت، الانرجي ليفلز دي بتبقى عباره عن مدارات حوالين النيوكليوس. فانا عندي النيوكليوس اهي، فحواليها مدارات صح؟ حواليها مدارات 1 2 3 4 صح. دول الاربعه انرجي ليفل تحت عشان ما نرسمش في الصفحه كلها كده. فاحنا بنعمل حاجه اسهل يعني. عندك النيوكليوس في النص اهي برضه، وبناخد نصه مثلا كده عشان بس نفهم. عندك الكي وادي ال 1 2 3 4. هم المفروض هيكملوا البيتا يعني، ولكن احنا بنختصر، تمام. يبقى عندنا دي النيوكليوس، ودول ايه؟ دول الاربعه انرجي ليفلز. عندنا 19 الكترون فوق صح في البوتاسيوم. الكي دلوقتي بيحتاج اخره كام؟ اخره كام؟ اخره 2 بس. بنحط 2 هنا، تمام. في الكي نكتب برضه كي ال ام ان. الكي اخره 2. طيب ال اخره كام؟ اخره 8. طيب الام 18. ايه ده؟ انا هحط 18 هنا؟ اكيد لا طبعا غلط، مش 18. مش انا قلت لك ان في حاجه اسمها المين انرجي ليفل؟ ايه ده؟ مش انا قلت؟ ما ترجع. لا، قلت في حاجه اسمها مين انرجي ليفل. لا حول ولا قوه الا بالله. وحاجه اسمها السب ليفل صح. فاذا انا عندي في الانرجي ليفل الاساسي الواحد في اكتر من انرجي ليفل جواه، تمام. فتوزيعة الالكترونات بقى اللي انا عاوز اعرفكم، عشان كده قلت لكم المين والمش مين. توزيعة الالكترون بتتوزع ازاي؟ احنا بنوزع الالكترونات هنا بالطريقه بتاعتنا ديت اللي هي كي ال ام ان دي. احنا بناخد اقصى عدد الكترونات ينفع احطه في الانرجي ليفل اللي بره خالص. مش فاهمين حاجه صح؟ مش فاهمين حاجه. انا دلوقتي عندي حرف الام ده يقدر يستحمل كام؟ 18 الكترون يقدر يستحمل صح. ولكن الاوتر موست انرجي ليفل، او الانرجي اللي هو بره خالص. عندي مثلا نيوكليس اهي، عندي انرجي عندي انرجي وعندي دول كلهم انرجي ليفل. الاوتر موست اللي هو بره خالص، اللي بره خالص ده الانرجي ليفل اللي بره خالص ده اسمه الاوتر موست. يعني اوتر جاي من اوت، جاي من بره خالص. اوتر موست ده يعني ابعد واحد عن النيوكليس، تمام. فالاوتر موست انرجي ليفل بتاع حرف الام ما يقدرش يستحمل برضه اكتر من 8 الكترونز، وحرف الان كذلك برضه. يعني انا عشان احط مثلا ام، انا قلت دلوقتي عندي 2 الكترونز حطيتهم كي 2 الكترونز 2 الكترونز و8 الكترونز صح. يبقى لي كام من 19؟ يعني دلوقتي حطيت دلوقتي 10 الكترونات من 19، يبقى لي 9 الكترونز صح. هحطهم ازاي؟ هل احط 9 كلهم هنا في الام؟ لا، مش هحط 9 في الام. هحط كام؟ قلنا الاوتر موست انرجي ليفل بتاع الام اخره كام؟ اخره 8. ولكن الام كله يقدر يستحمل كام؟ 18 الكترون، تمام. ما انا قلت ان في سب ليفلز صح. السب، بص بقى من الاخر بقى عشان اقول لكم عشان تفهموا بقى الدنيا. الله اكبر الله.
طبعا عشان الاذان بيأذن، مش عارف الاذان بيعمل اذن على ليه. طيب نكمل. قلنا ان اتبقى 9 الكترونز، صح كده؟ اتبقى معانا 9 الكترونات موجودين. طيب انا هحط التسعه كلهم في الام؟ لا، احنا مش قلنا ان الام الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه بياخد 8 بس، اخد 8 بس. اذا ان الام مثلا قلنا الام دلوقتي بياخد 9، بياخد 18 صح؟ وقلنا الاوتر موست بياخد 8، الاوتر موست بتاع الام نفسه بياخد كام؟ بياخد 8 الكترونز، صح كده؟ فاذا الباقي فين؟ في 10 الكترونات تانيين بيتحملوا بس في غرف. يعني مثلا بص انا اقول لك كمثال بقى، ده الايه هيفهمك الدنيا خالص. دلوقتي انت قاعد في شقه، نجيب صفحه ثانيه. انت دلوقتي قاعد في شقه او قاعد في بيت كبير، تمام؟ البيت ده فيه اكتر من دور، تمام؟ وكل دور في شقه معينه، كل دور في شقه، او مثلا كل دور فيه عدد معين من الشقق، دي شقه ودي شقه ودي شقه ودي شقه، تمام؟ نفس الكلام برضو في الالكترونات دلوقتي هنفترض ان هم واقفين في الذره، الالكترون ده موجود في الذره صح؟ الالكترون بيقف فين؟ بيقف في الانرجي ليفل. طيب كل انرجي ده انرجي ليفل، ده كله كده ماشي، انرجي ليفل. والصف ده انرجي ليفل، والصف ده انرجي ليفل، ماشي؟ عندك هنقول مثلا ده اسمه حرف الكي، تمام؟ اللي هو الكي، وده اسمه ال وده اسمه الام، تمام؟ ده انرجي ليفل كبير، المين انرجي ليفل اسمه الكي، والمين انرجي ليفل اسمه ال، والمين انرجي ليفل اسمه الام، تمام؟ قلنا ان كل واحد منهم بيحتوي على سب انرجي ليفلز، صح؟ سب ليفلز. فالكي نفسه اللي هو الكبير ده وده كله اسمه الكي، صح؟ ده كله اسمه الكي. انما اللي جواه ده دي شقه ودي شقه ودي شقه، ده سب ليفل. يبقى الشقه دي اسمها ايه؟ الشقه دي سب ليفل، يعني ده في سب ليفل، سب ليفل، سب ليفل، فهمتوا؟ اذا مثلا الكي وليكن مثلا بيستحمل مثلا، انا بقول كمثال الكي بيستحمل 20 الكترون. طب ايه بقى؟ اذا هتقسمه هنا، هتقسمه واحد هنا، هتقسمه هنا، هتقسمه هنا، فاهم كده؟ فهمتوا الفكره؟ يبقى الكي ده الدور كله اسمه ايه؟ اسمه الانرجي ليفل، المين انرجي الاساسي. طيب جوه الدور ده مش فيه شقق؟ في شقق كتير مثلا، وليكن شقتين مثلا، ثلاثه، كل شقه دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن السب ليفل. فهمتوا كده الفكره؟ الناس اللي قاعدين جوه الشقه دي، هل مثلا الشخص اللي قاعد جوه الشقه ده هو قاعد هنا برضه؟ لا. فاقول برضه الالكترون اللي قاعد جوه السب ليفل ده هل قاعد هنا برضه؟ لا. كل الكترون بيقعد في السب ليفل بتاعه اللي هو مخصص ليه او على حسب الطاقه بتاعته، تمام؟ نرجع تاني للسلايد اللي قبلها. قلنا الام، استنى بقى، احنا مش قلنا مثلا في حاجه اسمها اوتر موست اللي هي ابعد حاجه من النيوكليوس، تمام؟ قلنا الكي هو ده الانرجي بتاع الكي. الشقه اللي بره خالص، اللي بره خالص يعني بره على الشارع، اسمها ايه؟ اسمها الاوتر موست، اسمها الاوتر موست. احنا بنقولها اوتر موست انرجي ليفل، بس هي المفروض اوتر موست سب ليفل. فهمتوا الفكره؟ بس احنا هنا بنقول على هنا الاوتر موست انرجي ليفل، تمام؟ يبقى الام ده، تعالى بقى هتلاقوا بس قوي انتوا بقى تشوفوا بقى الام فيها كام الكترون. بالقانون بتاع ال 2 ان باور 2 اتضح لينا ان الام بيستحمل كام الكترون؟ بيستحمل 18 الكترون، صح كده؟ طيب دلوقتي انا جيت في حرف الام هنا وحطيت 8 بس. طب ليه بقى؟ ليه؟ قلنا لان الاوتر موست انرجي ليفل، الاوتر موست انرجي ليفل بيستحمل كام؟ 8 بس. ليه 8؟ مالكش دعوه، هو العلماء قالوا كده فتقول زيهم وخلاص، تمام؟ لان مش كل حاجه هنفسرها، عشان لو فسرنا كل حاجه مش هنخلص اولا، ثانيا مش مفيده ومش مش هتهمك، وهتعرف ان شاء الله قدام، تمام؟ فهي دي الفكره بتاعت ليه قلنا ان هم 8 الكترون بس في الاوتر موست انرجي ليفل ده. فاذا انا حطيت في الام، في الاوتر موست انرجي ليفل بتاع حرف الام او بتاع انرجي ليفل ام، حطيت فيه كام؟ حطيت فيه 8 الكترون. دلوقتي بقى عندي 2 بلس 8 10، و10 8 18 الكترون. فاذا انا كده رتبت 18 الكترون. عندي كام اصلا؟ عندي 19 الكترون، صح؟ فالباقي الكترون هيروح فين؟ هيروح في الان، كده الكترون واحد بس. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا الفكره؟ فمن اخر ده كله بقى تركيبه البوتاسيوم عامله ازاي، او الالكترون كونفيجريشن بتاع البوتاسيوم عامل ازاي؟ 2 8 8 1. بس كده يا باشا، دي كلها فكره ايه الالكترون كونفيجريشن. كده نكون خلصناها. طبعا انتوا مش هتوزعوا في ثالثه اعدادي يعني، بس انتوا لازم تبقوا لازم تبقى عارف اساس التوزيع بيتوزع ازاي. علشان احنا قلنا، خلي بالك بقى، بص احنا مش قلنا ان كل انرجي ليفل بيبقى ليه اوتر موست اللي هي الحاجه اللي بره دي، صح؟ اوتر موست انرجي ليفل. طيب ايه بقى الفكره هنا؟ الفكره هنا ان احنا قلنا فيلم البوتاسيوم اهو، البوتاسيوم اهو. البوتاسيوم نفسه احنا قلنا اللي فيه يعني انرجي ليفل، الحته دي رخمه، فانا عايز اوصلها لكم.
في حاجه اسمها انرجي ليفل، صح؟ وليكن مثلا حرف الام، انرجي ليفل ام. الانرجي ليفل ده بيبقى ليه اكتر من سب ليفل، صح؟ ولكن السب ليفل مثلا احنا بنتكلم ان هو ليه اوتر موست سب ليفل، صح؟ في اوتر موست سب ليفل ده في الانرجي ليفل نفسه. طيب لو جينا على البوتاسيوم نفسه، العنصر نفسه، العنصر نفسه عنده انرجي ليفل، صح؟ عنده الكي، عنده ال، الام، او الان. هو مش عنده، هو يعني الالكترونات بتاعته متوزعه في الانرجي ليفل دي. الانرجي دي موجوده في كل العناصر عادي جدا، بس احنا خدنا مثال البوتاسيوم. فالبوتاسيوم فيه قلنا الكي والال والام والان، تمام؟ فاذا ايه هو الانرجي ليفل الاوتر موست في البوتاسيوم؟ الان. يبقى الاوتر موست انرجي ليفل بتاع البوتاسيوم هو ايه؟ هو رقم واحد ده، اللي هو ان. فلما اقول لك مثلا what is the outermost what is the outermost electron in the او اقول لك مثلا how many outermost electrons in the potassium atom، في ذره البوتاسيوم فيها كم الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ تقول لي كام؟ واحد، 1 الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل. هو ابعد الكترون عن النيوكليوس بتاعه البوتاسيوم هي كام؟ واحد الكترون بس، تمام؟ كده خلصنا الالكترون كونفيجريشن. دي بقى الرول اللي كانت مكتوبه، بيقول لك اول انرجي ليفل، اول انرجي ليفل از فيلد وذ الكترون، لازم يتملي بالالكترون. يعني مثلا ما ينفعش ان انا املى مثلا ال وبعدين ارجع املى الكي، لا ما ينفعش، لازم املى الكي الاول وبعدين ال، ولما الكي يخلص ويكتفي نخش على ال، تمام؟ عندي اهو، عندي the first energy level is filled with electrons and then the higher energy levels are filled successfully، يعني ورا بعض بملى الكي بعده الام وبعده ال، بعده ال وبعده الام وهكذا. according to the number of electrons in the atom of each element، تمام؟ the last out بص بقى the last outermost energy level of any atom can't hold more than 8 electrons. فاذا بقى دي قاعده القاعده كلها حرفيا لخص كل حاجه. الاوتر موست انرجي ليفل of any atom can't hold more than 8 electrons whatever its level number except for K، اللي هو اخره كام؟ اخره كام؟ اخره 2. K ما يقدرش يستحمل غير 2. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا يعني مثلا لو انا عندي حاجه، هقول دلوقتي مش قلنا دلوقتي ان الام بيحتوي على 18، يقدر يستمتع ب 18. طب ليه ما حطيناش 9 كلهم هنا؟ عشان قلنا ده اخره، ده اخره بيستحمل كام؟ بيستحمل كام؟ اخره بيستحمل 8. ده الاوتر موست انرجي، ده الاوتر موست ليفل، تمام؟ الاوتر موست ليفل بتاع ال اخره 8 برضه، ما ينفعش احطه مثلا 9. فاهم الفكره؟ الان ممكن يستحمل اكتر من كده، بس هاخد كام برضه؟ هاخد 8 برضه. بس هو خلاص كده احنا خلصنا ايه؟ البوتاسيوم، لان احنا قلنا الاوتر موست انرجي باخره 8، تمام؟ يبقى خلاص اللاست او الاوتر موست انرجي ليفل اوف اني اتوم can't hold more than 8 electrons whatever its level number except for K. K اخره كام؟ اخره 2. يعني كل الاوتر موست انرجي ليفل بياخدوا 8، كل واحد بياخد 8، بياخد 8، بياخد 8، ما عدا الكي بتاخد كام؟ بتاخد 2، تمام؟ لان برضه ممكن ياخد 8 برضه، بس احنا بنديله على حسب الالكترونز الباقيه، يعني الفكره. بس كده هنخش بقى على البريدنج تيبل، ناخد بس بريك وارجع لكم ان شاء الله.